بتدور أحداث قصتنا النهاردة عن واحد من أقوى أبطال النينجاتسو، بس للأسف القدر بيحكم عليه بالإعدام بعد ما أخيرا حب مراته وقرر يعيش بهدوء. بدل ما كان دايما بيقتل بدم بارد. بس بطلنا كان قوي ومش بيتأثر ولا بضربة سيف ولا حتى بالنار، ومهما حاولوا يقتلوه مش بيموت بسهولة، لحد ما بتظهر له واحدة أقوى منه وهي الوحيدة اللي تقدر تموته. والقدر بيجمعهم ببعض عشان يروحوا مكان غريب. إيه اللي هيحصل في قصتنا؟ يلا نشوف. وفي مكان غريب كل اللي فيه محكوم عليهم بالإعدام بنلاقي بطلنا جابيمارو متربط في الأرض ومستني لحظة موته، ووراه شخص ماسك السيف ومستني إشارة القائد، وواحد بيتكلم وبيقول عشان نقدر نقطع راسه وعايزين مهارة عالية عشان مش من السهل نقطع راسه لأنها قوية. وبيبدأ الشخص اللي كان ماسك السيف يضرب جابيمارو بكل قوته أكتر من مرة، ولما مش بيلاقي فايدة وإنه لسه منجحش بيرفع السيف أكتر وبيضربه بيه، ولكن الصدمة إن السيف اتكسر ورقبة جابيمارو ما اتجرحتش حتى، والكل بيتصدم من اللي حصل. وجابيمارو بيقول ليه ما ينفعش أموت بسهولة كده؟ أنا أصلا مش عايز أعيش ولا حابب الحياة، وموتت عدد كبير من الناس لحد دلوقتي. وبعدها بنروح لمكان تاني وبنلاقي محققة في الجرايم واللي اسمها ساجيري بتقول: انت اسمك جابيمارو، اتولدت في كيشنوبي وخاصة قرية ايواجاكوري، ودرست مهارات قتالية كتير من أول لما اتولدت، وبسبب انك كنت بتفوز دايما في أي قتال جسمك اتحول وبقى خارق للطبيعة. وبالنسبة لشخص زيك من ايواجاكوري السيوف بالنسبة لك شيء بسيط مش هتأثر فيك. كلامك صح، محدش يقدر يموتني حتى لو كان ماهر في استخدام السيوف، وكل ده وانا حتى لسه ما استخدمتش النينجاتسو الخاصة بيا. انت تقدر تستخدم النينجاتسو؟ طب ينفع توريني كده بتستخدمها ازاي؟ وانا اوريكي ليه بقى؟ عادي، مجرد اهتمام شخصي يعني. بما انه مجرد فضول فلا، مش هوريكي حاجة. بعدها بيبدأوا أهل القرية يحاولوا يقتلوا جابيمارو بأكتر من طريقة، زي إنهم في مرة ربطوه وبيحرقوه بالنار، ودي أشد عقوبة عندهم لأنها بتحرق الجاني وبتكسر عظمه. ولما حاولوا يقتلوه قبلها ويرحموه من النار برضه السيف اتكسر، وقتها ولعوا النار اللي ابتدت تحرق جسمه كله بس برضه ما تأثرش بيها. وبيرجع بعدها مع ساجيري وبيقول لها إن كل ده مش بقاوم حتى، بالعكس ده أنا عايزكم تقتلوني. تمام، فهمتك. هتفضلي مدياني ظهرك كتير كده؟ عادي، أنا المهم أن أسجل معلومات مش أشوفك، فكمل واحكيلي عن حياتك. أنا معرفش مين أهلي، كل معلوماتي إنهم اتقتلوا وأنا طفل صغير على إيد شيخ القرية، ومعرفش السبب وما عنديش أي أحلام. الأشخاص اللي من الشينوبي زي ما عندهمش أي أهداف أو أحلام غير القتل، واتقبض عليا عشان كنت بحاول أهرب من القرية، وطبعا ده ضد قوانين القرية اللي بتمنع أي حد إنه يخرج منها. وانت حاولت تهرب ليه أصلا؟ بعدها بيكونوا رابطينه في الأرض وبيربطوا في رجله حبال مربوطة بالتيران، ولما التيران بتتحرك بسرعة شديدة وقتها جسم الإنسان مش بيستحمل ده وممكن يتقطع نصين، وبتبدأ التيران تتحرك بسرعة بس جابيمارو بيوقفها وبيوقعهم في الأرض ومش بيتأثر. بتقرب منه ساجيري وبتقوله: انت عندك قوة غريبة. يمكن عشان جسمي كيشينوبي. لا، المفروض انك قلتلي انك عايز تموت ومش بتقاوم، بس الواضح حاليا انك بتقاوم الموت، يعني ليك هدف عايش عشانه. فقولي ليه كنت هتهرب من القرية؟ احنا مش مهتمين بالمعلومات دي، اقتليه. وده شغلي ولازم اخلصه. عادي، السبب مش مثير للاهتمام. انا كنت افضل حد في ايواجاكوري لدرجة اني اتجوزت بنت شيخ القرية، بس بنته كانت غبية ودايما هادية وقلبت حياتي، وكانت دايما عايزاني شخص طيب وكويس، وانا زهقت من الوضع ده وما كنتش عايز اكمل معاها الصراحة. ولما رحت للشيخ عشان يوافق اني اطلقها وقتها رفض وهاجمني، وانا استسلمت ومرضتش هاجمه. شفتي بقى ان السبب مش مهم؟ بالليل ساجيري كانت ماشية مع واحد من اهل القرية واللي كان بيقول لها: يمكن ماليش الحق ان اقولك كده، بس ما ينفعش بنت زيك تتورط مع الشخص ده. انت عارفة ده مين؟ اسمه جابيمارو شينوبي من ايواجاكوري. لا، قصدي اسمه التاني جابيمارو الأجوف. ده شخص مش بيحس ولا عنده مشاعر ولا بيبكي ولا عنده دم، قتل 20 شخص لما اتقبض عليه. وفي إشاعة بتقول إن شينوبي إيواجاكوري بيستهلكوا أكسير الحياة، وده دواء الخلود اللي بيجي من شينسينكيو. انت متأكد من كلامك ده؟ ازاي راجل أجوف هيقاوم ويقتل 20 شخص عشان ما يموتش؟ جابيمارو بيكون قاعد بيفكر في كلام ساجيري وبيقول هي عندها حق، أنا إيه اللي بعمله ده؟ ليه بقاوم الموت؟ أنا ما عنديش أي صلة بالحياة، أنا هوافق إن أموت بكرة، لازم أموت بكرة. وبعدها بيجي دور الإعدام عن طريق الغلي، وده بيستخدموا فيه كمية كبيرة من الزيت المغلي، وحرقوا بيه جابيمارو اللي ما تأثرش وطلع من النار وهو بيقول
انا ليه ما متش؟ ليه بتحمل كل ده؟ القاضي كان مصدوم وبيقول هو ليه مش بيموت؟ ساجيري قفلت الدفتر بتاعها وقالت أنا خلصت تحقيقي وجاهزة أموته في أي وقت. وبعد شويه الجنود بياخدوا جابيمارو لمكان مجهول، فبيقول لهم هتعدموني ازاي بقى المره دي؟ عشان حقيقي ابتديت ازهق منكم. وقتها القاضي بيقول له ما تقلقش المره دي هتموت فعلا، وبيفتح باب الاوضه وجابيمارو بيتصدم لما بيلاقي ساجيري قدامه. فالقاضي بيقول له دي مش محققه عاديه، دي مختبره السيوف اللي جت من منطقه ايدو الجلاده يامادا ساجيري، ودي واحده معروفه انها من اقوى الجلادين اللي بيقدروا يقتلوا اي حد. جابيمارو بصلها كده بصدمه وقال هو ساجيري طلع بنت؟ بنت. انت الشنوبي اللي هربان من ايشو. كلفني الشوجن مهمة اعدامك، كنت بتقول انك عايز حد يقدر يقتلك وانا هحقق لك رغبتك. جابيمارو اترعب وحط ايده على رقبته بخوف وهو بيقول دي لا مستحيل، وكسر الحديد اللي كان مربوط بيه. فالقاضي قال ساجيري اقتليه بسرعه قبل ما يهرب. عينيا بس كده، وابتدت تهاجمه بالسيف، بس جابيمارو هرب بسرعة منها. فساجيري قالت له هربت ليه؟ كنت هتموت لو ما اتحركتش. جابيمارو لمس رقبته اللي لأول مرة بتنزف وقال بصدمة كنت هموت، ولسه بيستوعب. قامت ساجيري هجمته تاني بسيفها وبسرعة كبيرة أكتر من مرة، بس برضو جابيمارو هرب منها وهو بيقول أنا مش عايز أموت، غيرت رأيي. خبرتي في شغلي خلتني أعرف طبيعة كل شخص، في منهم اللي بيكذب وبيعمل فيها شجاع ومش عايز يموت، وفي اللي بيقعدني يترجاني ما موتهوش. وبالنسبة لك يا جابيمارو مفيش شك إن عندك فراغ كبير جواك، واتأكدت من ده لما حكيت لي عن حياتك. بس كان في حاجة كدبت فيها، واللي هي إنك بتحب مراتك، وهي السبب اللي انت عايش عشانه. وبيفتكر جابيمارو حياته مع مراته وازاي كان مبسوط في كل مرة بيتكلموا فيها. وقتها بيسحب سيف بسرعة من شخص كان جنبه وبيبدأ يهاجم ساجيري، اللي بتصد ضربته بكل قوة وبتقوله عندي حق مش كده؟ انت بتكذب مشاعرك، ولو مش بتحبها ليه كنت بتقاوم كل عمليات الإعدام اللي اتعملت عشانك، وبتقول إنك ملكش أي صلة بالحياة؟ اخرسي، انا مش كداب، انت ما تعرفيش اي حاجة عن العالم اللي انا عايش فيه، انا اجوف. بس بيفتكر موقف مع مراته وهي بتقوله انت مش أجوف، وبتحس وبتتصاب. ولما جابيمارو بيقول لها لا اللقب مناسبني، انا فعلا شرير ومش بحس، مراته بتحضنه وبتقوله لا انت طيب وكويس، كفاية انك الوحيد اللي اتقبلت شكلي وما خفتش منه. فأيوة جاكوري الرجال جنود، والبنات بتولد أطفال وتتجوز وبس، ومش مسموح لينا نعيش زي باقي الناس، وده سبب اللي حصل لوشي. أبويا حرقه عشان أتخلى عن فكرة إني أعيش كبنت عادية. جابيمارو بيرجع من ذكرياته بيهاجم ساجيري وبيقول لها أنا جابيمارو الأجوف، أنا وحشي قاسي القلب ومهما حصل مش هتغير. وبعدها بيفتكر مراته مرة تانية واللي حصل لما قرر إنه مش هيقتل الناس تاني ويعيشوا حياة طبيعية، وراح طلب من شيخ القرية وهو مفكر إنه مش هيرفض طلبه عشان ده الأفضل لبنته، بس الشيخ رفض ده وهاجمه. وقتها جابيمارو بيتعصب لما بيفتكر وبيهاجم ساجيري أكتر. بس ساجيري بترفع ورقة وبتقول ده عفو رسمي هيشيل عنك أي عقوبة عملتها، وكمان هتكون في حماية الشوجن. وقتها ولا القاضي ولا شيخ القرية هيقدروا يجوا جنبك، بس كل ده بشرط هتيجي معايا للعالم السفلي. العالم السفلي قصدك أموت يعني؟ لا، فأرض مليانة فرح وسعادة وما فيهاش ألم، أرض شنسانكيو، ومن كتر جمالها الناس سموها أرض الأحلام والنعيم. موجودة أقصى الجنوب الغربي ورا مملكة ريوكيو، وأخيرا لقيناها. وفي إشاعات بتقول إن إكسير الحياة اللي بيمنح الخلود موجود فيها، والشوجن بعتوا أقوى الأشخاص لهناك عشان يجيبوا الإكسير، لكن كلهم ماتوا وتحولوا لورود. أنا مش مصدق الخرافات دي. ناس كتير كانت مفكراها مجرد خرافات لحد ما شافوا حاجة غريبة. وبيتضح ان قائد الشوجن واللي لقبه صاحب السعادة واسمه توكوجاوا كان بيقول ان البشر اتحولوا لازهار، بس ده شيء غامض وممكن يطلع حقيقة. فالاكيد ان اكسير الحياة هناك، فلازم نختار اشخاص اقوياء ونبعتهم لهناك. اجمعوا كل المجرمين اللي محكوم عليهم بالاعدام في كل البلاد وبعتوهم للجزيرة، واللي هيلاقي اكسير الحياة هياخد براءة. وانا جيت هنا عشان ادور على اشخاص عندهم مهارة عالية ورغبة كبيرة في الحياة، واللي سمعته ان مراتك لسه في ايوا جاكوري مستنياك، ومش بتقابل اي حد ولا بتتكلم، وبتتمنى ترجع لها. فهسألك مرة تانية، عندك رغبة في الحياة؟ وهتقدر تسافر لجزيرة غامضة ومع مجرمين محكوم عليهم بالموت وتنافسهم عشان تاخد العفو وترجع لمراتك مرة تانية؟ وانا مش موافق على الكلام ده، واحد محكوم عليه بالاعدام وفي غيره اشخاص كتيرة. ده امر من الشوجن، ما ينفعش تعترض. القاضي خلى جنوده رفعوا سلاحهم وقال لها لو اعترضتي انت هتموتي معاه، الاجوف لازم يموت. ساجيري بتجهز سيفها، وجابيمارو بيفتكر مراته بيعيط بتأثر، وبعدها بيقول لساجيري كنت عايزة تشوفي ان نجستو
هوريها لك عملي دلوقتي. وفجأة بيطلع نار غريبة من ظهره وبيحرق كل الجنود. ساجيري بيعجبها اللي حصل وبتقول لا، مبهر كالعادة. جابيمارو بيقول لها وهو قاعد على الجنود: وانا موافق وهدور على اكسير الحياة. مفروض نعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي انت هتيجي معايا لمدينة ايدو. ليه الفرهدة دي؟ ما نروح الجزيرة على طول. هيبدأ يعترض بقى بعد ما خرجناه من اكتئابه. لو مش هتروح معايا يبقى الصفقة اللي بينا اتلغت. لا خلاص، رايح هعمل كل اللي تقولي عليه انا، ولا يهمني اني هواجه جزيرة غامضة ولا مجرمين. كل اللي يهمني اني هبقى حر انا ومراتي. بتفتكر ساجيري مواقف حصلت لها مع والدها لما كان في مرة في شخص محكوم عليه بالإعدام، بس قبل ما يموت طلب منهم يحكي لهم قصة، ووافق والدها يامادا على طلبه. ولما كان الراجل بيحكي القصة يامادا كان بيجهز سيفه وقطع راسه. وبسبب سرعة يامادا الراوي ما استوعبش حتى ان راسه اتقطعت عن جسمه، وكان لسه بيكمل القصة. ضربته كانت خالية من اي مشاعر واي ألم. ومن ساعتها وانا قررت اني لازم اكون زي والدي واتعلم ضربته واقتل بسرعة شديدة، وكنت بتدرب كتير على ده. وكان الحكام دايما بيشكروا في قوتك. بس الغريب إني كنت دايما خايفة وبتخيل أشكال غريبة بعد ما بقتل أي شخص. وكان دايما دونو بيقولك إن في خوف في ضربتك، وده هيخلي المحكوم يتألم وهو بيموت. وأنا كنت بقوله دايما إني هطور من نفسي وهتدرب كتير، وفعلا قتلت تاني شخص بتركيز كبير. بس وقتها دونو بيقولك إن طبيعة الأشخاص بتنعكس على السيوف. ولما بصيت على السيف اتصدمت من عيون الشخص اللي قتلته واللي كانت كلها شر. بس وقتها قررت إني لازم أتدرب كتير عشان أخلي ضربتي أسرع ومعذبش اللي هقتله عشان روحه ما تطردنيش. صباح يوم جديد بيكلم شخص من حكام الشوجن وبيرحب بالمجرمين اللي كان من ضمنهم جابيمارو، وبيعرفهم على صاحب السعادة والملك توكوجاوا، وبيقول لهم إن الفرصة دي مش هتتكرر تاني ولازم يكونوا فرحانين عشان قابلوا الملك. وقتها المجرمين بيتعصبوا ومش بيعجبهم الكلام اللي بيتقال، وبيبدأوا يتريقوا على الشوجن والملك. بس ساجيري كانت بتبص لهم بتركيز وهي بتراجع معلوماتهم وبتتعرف على أول واحد واللي كان اسمه تانيو، وده حرامي وقتل 30 شخص، ونيكيمارو قاتل متسلسل، والشرطي القاتل كيدو شوكان، وكلهم مجرمين ومحكوم عليهم بالإعدام. وبيقطع كلامها جابيمارو وهو بيقول بكسل: يا رب نخلص بقى عشان زهقت وعايز أشوف توكوجاوا. ساجيري قالت له لا، ما ينفعش تشوفه. وبيكلم المساعد وبيقول لهم: انتوا هتسافروا لشينسينكيو عشان ترجعوا باكسير الحياة، واللي هينجح في المهمة دي هياخد عفو رسمي من كل جرايمه بسبب الشهادة دي. ساجيري بتراقب ردات الفعل والهدوء اللي حصل في المكان لحد ما بيلفت نظرها واحد من المجرمين بيضحك بسخرية وبيقول: بسبب الشهادة دي انا هقدر اقتل عدد اكبر من الناس. أداتشي ماتجورو، شيطان قتل النساء والأطفال عشان المتعة بس. هو أنا ممكن أقدر أقتل شخص شرير ويستحق القتل فعلا؟ جابيمارو كان قاعد زهقان من اللي بيحصل لحد لما سمع بنت بتقول له: أنت جابيمارو الأجوف، لون شعرك وشكل جسمك كشفوك. بالمناسبة أنت مشهور جدا في شغلنا، بس خيبت ظني، أنت صغير جدا وكئيب وحجمك صغير، مش زي ما بتقول الإشاعات إنك ضخم وكمان اتقبض عليك زينا. جابيمارو قال لها: آسف يا ستي إني خيبت ظنك. ساجيري بتفكر في جابيمارو وبتقول إنها في الأول كانت خايفة منه ومن الكلام اللي بيتقال عليه، بس دلوقتي اتضح إنه شخص ضعيف تماما. إزاي ده شبه المجرمين دول؟ ولا هو فعلا شرير زي ما بتقول الإشاعات عنه؟ ولما بتسحب سيفها عشان تشوف حقيقته بتتفاجئ بشكله اللي كان دموي. بعدها بيكلم المساعد وبيقول: أنا هوصف لكم الجزيرة اللي هتروحوا لها، دي شبه الجنة. لما لقيوا المجرمين بيعترضوا على كلام المساعد ومش مهتمين، واحد من المساعدين خلاهم يشيلوا الغطا اللي كان على وشهم، وفعلا سمعوا الكلام وشالوه. بس لقيوا الجنود بيجيبوا حاجة غريبة ومتغطية، ولما الغطا اتشال اتصدموا بشخص متحنط وفيه ورد طالع من جسمه. فبيكمل المساعد كلامه بيقول ان ده الشخص الوحيد اللي رجع من الجزيرة، وزي ما انتوا شايفين مرجعش شخص طبيعي. لما رجع كان جسمه كله مليان بكتل وجروح غريبة، وبعدها ابتدت الجروح دي تتحول لورود. ولسه باقي فريقه واللي كانوا 60 شخص مختفي وما وصلوش، وما عندناش اي معلومات عن اللي حصل لهم. واحد من المجرمين بيتكلم وهو خايف وبيقول: محدش قال لنا ان الجزيرة هتكون خطر بالشكل ده. فالمساعد بيرد عليه ببرود وبيقول له: وايه المشكلة انها خطيرة؟ دي هتكون نعمة روحانية انك تتحول لازهار، بالعكس دي خسارة فيكم اصلا. وقتها المجرمين بيتعصبوا، مش بيعجبهم كلامه، وبيقولوا له انهم مش موافقين يروحوا الجزيرة. فبيكلم واحد من المساعدين وبيقول لهم: انتوا مجرمين محكوم عليكم بالاعدام، وجات لكم فرصة تسافروا للجنة وتاخدوا العفو من جرايمكم، ده كرم كبير من صاحب السعادة. فبتكلم واحدة من المجرمين وبتقول لهم: انتوا متعرفوش حاجة عن الجزيرة، افرضوا مفيش هناك اكسير الحياة اصلا. وبيدعموا كلامها باقي المجرمين وبيقولوا عندها حق، يفرض روحنا على الفاضي.
فبيكلم المساعد وبيقول لهم اللي مش عاجبه يقدر يمشي وينسحب. فبيقوم واحد من المجرمين وبيقول انا مش عاجبني الوضع ده وهنسحب، ولسه بيتحرك من مكانه دون قطع راسه. واتكلم المساعد وقال نسيت اقول لكم ان اللي هينسحب هيتقطع راسه، ولما توصلوا للجزيره هيكون معاكم مراقبين، وانتوا كده كده محكوم عليكم بالاعدام، فاللي مش هيسمع الكلام على الجزيره هيتقتل، واي شخص هيعترض هيحصل الباشا اللي راسه اتقطعت من شويه، ولو المراقبين حصل لهم اي حاجه او ماتوا سواء بحادثه او جريمه قتل كلكم هتتقطع راسكم، ولو المراقبين مش معاكم مش هينفع تركبوا سفينه الرجوع من غيرهم. بعدها صاحب السعادة بينادي على المساعد وبيقول له حاجة سر. وبيرجع المساعد وبيقول لهم صاحب السعادة أمر إن عددكم يقل شوية، فيلا قللوا عددكم. ولما المجرمين مش بيفهموا قصده وبيستغربوا من كلامه، بيظهر شخص ماسك واحد من المجرمين وبيقول لهم قصدهم نقتل بعض. وبتبدأ الفوضى في المكان، وكل اتنين ماسكين في بعض وبيضربوا بعض بشكل وحشي وعشوائي وإيديهم متربطة. وبيتكلم صاحب السعادة وهو فرحان وبيسأل المساعد بتاعه مين في المجرمين عليه ختم أحمر. فالمساعد بيقول له قصدك اللي عندهم مهارات استثنائية يعني؟ دول اتختموا بختم أحمر أثناء التسجيل، وأبو شعر أصفر اللي قاعد يقتل فيهم ده واحد منهم، وكان قائد لمجموعة كبيرة من الحرامية. والست اللي هناك دي اسمها كونويتشي، كانت سبب في تدمير قلعة ساجيو. والشخص ده لقبه تنين النصل، وده سياف شاطر ورجل ضخم، وبيتقال عنه انه بياكل الدببة والحيوانات، ولا بيأثر فيه سيف ولا رمح، بس أصعب واحد فيهم هو الأسطورة جابيمارو الأجوف. وبعدها بيشاور على جابيمارو اللي كان واقف في حاله ومش بيتعارك مع حد. كل ده وساجيري كانت بتراقب الأوضاع لحد ما قرب منها دونو وقال لها لسه عايزة تروح الجزيرة؟ الأجواء هناك هتكون وحشية أكتر من هنا، ومش بين المجرمين بس، انت هتتعرضي للأذى هناك، فهل هتقدري تدافعي عن نفسك وتقتلي؟ بالمناسبة عايز أقولك إنك مش قد الشغل ده وضعيفة، ما ينفعش بنت تمسك سيف وتحارب، بنت محارب زيك لازم تعيش بهدوء في قصرها وما تشتغلش جلادة. مع كامل احترامي ليك يا دونو ولكلامك المهم، كنت هعمل اللي بتقوله ده لو أقدر عليه، بس اختبار السيوف على الأجسام وقطع رقبة المجرمين وصنع الدواء من الجثث حتى لو ما كانش معاك سيف، بس كل فرد في يامادا عايش بسبب قتله للناس. وبعدها بتفتكر إزاي كانوا الأطفال بيضربوها وهي صغيرة وبيتنمروا عليها، ومن يومها قررت تكون قوية. بنرجع للمجرمين اللي قرروا انهم يتخلصوا من الساموراي عشان يهربوا من المكان، فبصوا على ساجيري وقالوا انها ست وسهل يقتلوها وياخدوا سيفها، ولما بيقربوا منها ساجيري بتشوفهم وبتقول مش ههرب من قدري، وبتبدأ تقطع راسهم واحد واحد لحد ما بتسمع صوت جابيمارو بيقول لها قتل الناس مش مقبول نهائي، مفيش طريقة تانية تحددوا بيها مين يروح للجزيرة، احنا ممكن نكون مجرمين بس مش لدرجة نقتل بعض بالشكل ده. القائد بيتعصب وبيقول الحرس فين؟ امسكوا الشخص ده، انا مش هسمح لك تعمل كده فينا، ازاي تتجرأ تعترض على امر صاحب السعادة؟ وهو قتل الناس بالشكل ده طبيعي؟ فواحد من القادة قال له اخرس يا شيطان، لو مش عايز تشارك في المعركة تقدر تنسحب. وبعدها بيقول للمجرمين اللي هيقتل الشخص ده هو اللي هيفوز. وفعلا المجرم بيمسك صخرة من على الأرض عشان يرميها على جابيمارو اللي بيقول له استنى بس، انت مقتنع باللي هتعمله ده؟ المجرم قال له مقتنع عادي طالما هيكون سبب للنجاة، وبيرمي عليه الصخرة، بس جابيمارو بيتخطاها وبيقول له خلينا نتناقش طيب، بس المجرم بيقول له مفيش نقاش، لو مش هتقتلني يبقى اموت بهدوء. جابيمارو اتنهد كده بملل وقال له طيب تمام، انت اللي جبته لنفسك، اعتقد كده هقتلك، لو حاولت تقتلني هقتلك. المجرم بيتوتر وبيقول له كنت مفكر انك مش عايز تقتل حد. جابيمارو قال له انا فعلا مش عايز، بس اكيد مش عايز اموت برضه. وبعدها بيقرب من المجرم وهو بيقول له الموضوع وحش فعلا، وحش قوي. وفجأة بيقطع راس المجرم بسرعة شديدة، وبيبدأ يتحرك في المكان وهو بيقطع راس كل اللي بيقابله أو بيقطع جسمهم بشكل عنيف. وقتها كل القادة والملك نفسه بيترعبوا منه وبيقولوا ده وحش، ده الأجوف. ساجيري بتطلع سيفها عشان تشوف شكله فيه وبتتصدم من منظره المخيف، وبعدها بتقول وهي بتبص لجابيمارو معقولة؟ طول المدة اللي فاتت اللي كنت محتاجاه بدل ما أكون خايفة من القتل إني أكون مقتنعة بسبب القتل وإن اللي قدامي يستاهل. وقتها القائد بيتكلم بسرعة وبيقول بس كله يقف، كل اللي عايشين حاليا هينضموا لنا ويروحوا للجزيرة، واللي هم ملك اللصوص إيزا تشوبي، تنين السيف تاميا المخبولة نوروجاي، والقاتل هروبو، والشنوبي الهارب جابيمارو الأجوف، وأكلة اللحوم البشر أكاجينو، والمرتد موروماكيا، وعملاق بيزن روكوروتا، والكونويتشي وكيشو. هتروحوا انتوا ال10 للجزيرة ومعاكم 10 من الجلادين، هتركبوا السفينة وهتسافروا للجزيرة الغامضة في البحر الجنوبي وهتلاقوا كسير الحياة وتحصلوا على الحرية. ما تقلقوش، دي جزيرة الأحلام شينسينكو.
بيحكي جابيمارو عن شيخ القرية إيواجاكوري وقوته، وإنه كان مهما يتضرب بسيوف أو رماح ما كانش بيتأثر، وحتى لما جسمه اتعور جامد وأعضائه اتدمرت كان لسه عايش، وده بسبب إنه خالد، وده بسبب دواء أو شيء غامض خده من أرض ورا البحر. بعدها بيبص لساجيرو وبيقول لها أعتقد إنك مش مقتنعة بكلامي، بس أكسير الحياة موجود فعلا، بس مش واثق هو هنا ولا لأ. بعدها بيكملوا رحلتهم، وساجيري كانت مصدومة من جمال المكان، وقالت إن ممكن بسبب شكله ده يكون إكسير الحياة موجود فعلا. جابيمارو قال لها يعني مش قصدك إن شكله مرعب كالجحيم؟ مفيش أي سبب لوجود كل الأزهار والنباتات، ولحد دلوقتي ما نعرفش السبب اللي حول الراجل وخلى فيه أزهار، فخلي بالك بقى. ولما ساجيري شافته قطع الحبال قالت له ممنوع تفك الحبال. وانت مفكرة إني هكمل الرحلة وأنا متربط كده؟ دي أوامر الشوجن، ما ينفعش تعصاها، وانت مجرم وأي تصرف غلط هتتعاقب عليه. اهدي على نفسك بس وعديها، مش كفاية مش معانا غير علبة الأكل دي ولمدة 3 أيام، وكمان اديتينا رسمة غريبة هي اللي فيها المعلومات. ساجيري هجمته بالسيف وقربته من رقبته وقالت له بتهديد اربط ايدك تاني أحسن لك، أنا جلادة مش واحدة صاحبتك هتساعدك، ومش مشكلتي حتى لو ما لقيتش إكسير الحياة واتعدمت، لو ما ربطتش ايديك حالا هقطع راسك. خلاص هعمل لك اللي عايزاه، كده كده كل اللي عايزه أشوف مراتي. وهما بيكلموا ساجيري اتصدمت لما لقت جابيمارو وطار فجأة، واتضح إن واحد من المجرمين هو السبب. وبيتكلم المجرم بيقول موت أول واحد أخيرا، ولسه بيكمل كلامه اتفاجئ بإن جابيمارو ما تأثرش وقام تاني. ساجيري اطمنت عليه وقالت له إن المجرم ده اسمه كوين المخبول، ومعروف بحبه للأسلحة وسرق أسلحة كتير من المحاربين. جابيمارو قال لها بص ايديه مفكوكة ازاي؟ عادي مش مهم، ولا أقولك هو مهم فعلا، ايد الكائن ده مش مربوطة ليا كيشو. يا ستي مش مهم نبقى نربطهم واحنا راجعين، انت هتفضلي تسمعي الكلام دايما كده؟ ده مش الوقت المناسب للنقاش. الوحش قطع كلامهم وقال لجابيمارو انه عايز يقتله، وبدأت خناقة كبيرة جدا بينهم، بس ساجيري اربط ايديك وانت بتتخانق. وفعلا جابيمارو سمع كلامها وابتدى يصد ضربات الكوين، والاتنين بيضربوا بعض بقوة شديدة، بس كالعادة جابيمارو اللي كان كسبان وبيصد اي هجوم، لحد لما الوحش قام وعيونه اتغيرت وقال له دي البداية بس يا اجوف. بعدها بنلاقي الوحش مقتول في الارض وجسمه كله مضروب بالسيوف، وجابيمارو بص لساجيري اللي كانت مصدومة وقال لها ايدي لسه مربوطة. كيشو بيسحب سيفه وبيقطع راس الوحش وبياخدها وبيقول لهم انا ماشي بقى. جابيمارو قال له ايه ده مش هتتخانق معايا ولا ايه؟ كيشو قال له لا ماليش في الحوارات دي، لو المجرم مات بناخد راسه ونرجع بيها. خلي بالك وانت راجع. خاف انتي على نفسك، اللي جنبك ده مجرم، واللي على الجزيرة كلهم مجرمين وعندهم استعداد يقتلوا اي حد. مش اللي هيخالف القوانين هيتعاقب؟ ده كلام الناس الملتزمة اللي زيك، لكن الكل هنا هدفه اكسير الحياة ايا كانت الطريقة. الشوجن نفسه المهم عنده اكسير الحياة حتى لو هنخالف القوانين. وبعدها بص لجابيمارو وقال له تحبي اموتهولك؟ جابيمارو بص مسك السيف بتاع كيشو وقال له فوقك من الحوارات دي مش وقتها، انا عايز ارجع لمراتي وبس، ولازم امشي بسرعة. وفعلا سابه ومشي، بس كيشو قال له معك حق لازم تسرع فعلا، وبالمناسبة الوضع كله هيتغير كمان شوية. وبنلاقي دونو واقف مع المجرم بتاعه اللي كان ضخم جدا واسمه روكوروتا، وبيقول له انت جعان ولا ايه؟ وبيطلع سيفه لما حس ان الوحش نظراته غريبة وضربوا بيه، بس السيف اتكسر والوحش اكل دونو، وكل المجرمين حالهم اتبدل وابتدوا يقتلوا المراقبين. وكيشو قال ان في اقل من يوم هيعيش شخص واحد بس، وكلكم مهددين بالموت عشان هيجي رسول هاتوري وينضم لينا، وفي شائعات بتقول ان اكسير الحياة هيحدد الزعيم الجديد للعشيرة، فكل الفرق في طريقها لهنا، فخلي بالك من نفسك بقى. سلام. وسابها ومشي. ساجيري بصت لجابيمارو وهي بتفكر فيه ومش عارفة تحدد هو طيب ولا شرير، لحد ما اتصدمت بيه بيهاجمها بسيف وعايز يقتلها، بس صدت هجومه بسرعة وبعدته عنها وهي بتقوله بعصبية انت اتجننت؟ انت بتعمل ايه؟ لا ابدا، كنت بجرب اقتلك من غير ألم. شيخ القرية زمان لما عرف ان اهل جابيمارو عايزين يمشوا من القرية، مجرد ما جالهم جابيمارو قرر يقتلهم ويربي هو جابيمارو، وهو يقول له المشاعر والحب ده هيخليك ضعيف، لازم تكون دايما قوي ومفيش حاجة بتأثر فيك. بدأت مبارزة جديدة بين ساجيري وجابيمارو، والاتنين كانوا بيضربوا بعض بالسيف بكل قوة، لحد ما ساجيري قالت له مش هتستفاد حاجة لما تقتلني. افتكري اللي قاله صديقك، اهم حاجة اكسير الحياة، لو وصلوا الايواجاكوري للجزيرة كلنا هنموت، فلازم الاقي اكسير الحياة قبلهم كلهم. انا مش بكرهك بس انتي عائق بالنسبة لي. يعني عايز تقتلني؟
احيانا ما بيكونش عندي خيار تاني، للاسف لازم تموتي. وبيتحرك ناحيتها وبيبدا يهاجمها تاني، والاتنين كانوا بيهاجموا بعض بكل قوه، بس كل واحد فيهم كان متردد انه يقتل التاني. ساجيري كانت بتفتكر خوفها من القتل ومش حابة تقتله. وجابيمارو كان بيفتكر زوجته وهي بتقول له ما تستخدمش القتل الا لو كنت مضطر لده، وبعدها بيفتكر كلامه مع شخص مجهول وهو بيقول له ده مش هدفنا. بس جابيمارو كان بيتكلم على شخص مجهول وبيقول ده عايز يقتل مراتي والباقيين من اهلي. وبعدها بيكون بيتخانق مع راجل عجوز، والعجوز بيضربه بالسيف، بس جابيمارو مش بيتأثر وبيقتل الراجل. بعدها بيرجع لخناقته مع ساجيري وهو مقرر يقتلها. بس ساجيري كانت ماسكة سيفها وبتدافع عن نفسها وهي مقررة تقتله بسبب تصرفاته. وجابيمارو كان بيفكر يتراجع، بس بعدها عرف انها مش هتسامحه وهتقتله، وافتكر كلام الشيخ وهو بيقول له لازم تكون قوي عشان تحمي نفسك. بيفضل يهاجم ساجيري لحد ما بيكسر لها سيفها، وهو بيقول لها بكل برود موتي بهدوء وخلصينا. ساجيري رفضت تستسلم لحد ما جابيمارو ضربها ووقعها في الأرض بعد ما أصابها وهو مقرر يقتلها. وهو بيقول لها انا جابيمارو لاجوف، قتلت ناس كتير، يعني مش هيفرق معايا واحده زيك. وكان بيظهر وحوش وراه وأكنه مش في وعيه، بس كان متردد انه يغرز السيف فيها لحد لما فجأة حس بمراته وراه وماسكه السيف. وقتها اتوتر وما كانش عارف يقتل ساجيري. بس ساجيري كانت بتفتكر ردات فعله في كل مرة بيتحول فيها، وعرفت إنه مش في وعيه حالياً، وإنه شخص كويس وعنده مشاعر، بس بسبب البيئة اللي اتربى فيها فعنده مفاهيم غلط عن الحياة. جابيمارو كان متوتر وهو بيقول انا ما ينفعش اكون ضعيف بالشكل ده، لو فضلت ضعيف مش هشوف مراتي تاني. ده مش ضعف، ده قمة القوة. انت لازم تكون متسامح وتحس باللي حواليك حتى لو هتموتني دلوقتي، يكفي انك اعترفت بوجود مشاعرك. وبعدها قامت وقالت له في الطبيعي مفروض اني اعدمك دلوقتي، بس المرة دي هتغاضى عن تصرفاتك وهسامحك. جابيمارو كان بيفتكر كلام مراته في كل مرة يزعلها. وساجيري مسكت السيف وقالت له لازم واحد زيك يفوز في الرحلة دي عشان يكمل حياته. وعنده واحد من المجرمين والمراقبين بيوصلوا لمكان تاني في الجزيرة مليان بحشرات غريبة، ولما حشرة فيهم بتلمس المجرم بيقطع ايده، وبسرعة بيلاقي ان ايده شكلها اتغير وطلع منها ازهار. وفجأة المكان بيظهر فيه كائنات غريبة، وعدد الحشرات بيزيد لحد لما فجأة بيظهر وحش ضخم جدا. وعند ساجيري وجابيمارو بيظهر ليهم كائنات كتيرة ومخلوق غريب. جابيمارو بيلبس الماسك بتاعه بيقول لها ارجعي لورا انتي، وبيقرب من المخلوق الغريب. وبكده انتهت حلقتنا النهاردة. تفتكروا ايه اللي هيحصل على الجزيرة؟ وايه الحيوانات الغريبة اللي ظهرت دي؟ وايه اللي حصل للجنود؟ وهل ساجيري هتعرف ان دون وباقي اصحابها ماتوا؟ وجابيمارو اللي مفيش حاجة بتهزمه هيعمل ايه مع الحيوانات اللي اقل لمسة منها هتموته؟ كل ده هنعرفه الحلقة الجاية. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك لو الفيديو عجبك، وقول لنا رأيك في الكومنتات وتوقعاتك للأحداث الجاية.